بابا، ماما، قلت لهم بدهم إياه عم يقتلوني. إذا يورمن صار نزلق من كتر ما عم يضربوني، يريدون يقوصوني. خطف الطفل محمد حسين الحمدوش وأخته. طلعوا من البيت الساعة 7 الصبح رايحين على المدرسة بمدينة صحنايا بريف دمشق. وقفهم فان أبيض، قال لهم تعالوا لحتى يوصلكم على المدرسة، أنا رفيق أبوكم. طلعوا معه بالسيارة بكل نية صافي وطيبة وطفولية. يعني الطفل عمره 13 14 سنة، والطفل عمره تقريبا كمان مثله بالعمر ما يقارب كمان 12 أو 13 هيك شيء. ركبوا بالسيارة وراحوا معهم، حسوا على حاله إنه هن مخطوفين. صار يدخل بحارات بعيدة عن طريق المدرسة لأنه ما مشي على طريق المدرسة. فبلحظة من اللحظات فتحت البنت باب السيارة، رمت حالها، وظلت السيارة مكملة، ما عاد يحسنوا يرجعوا مشان العالم. والطفل لحد هاي اللحظة بين إيديهم، وطالبين فدية 130 ألف دولار لحتى يتركوه. والعيلة عائلة جدا فقيرة وبسيطة، يعني إذا بتنفضوا النفض ما بيطلع معهم 100 دولار لحتى يكون متواجد معهم 130 ألف دولار. هذا كله سببه السلاح والعصابات الخارجة عن القانون المتواجدة بهديك المناطق، والعصابات اللي ما سلمت سلاحها، والعصابات اللي تابعة للهجري وأزياله. هذا الأمن والأمان اليوم مو برقبة الهجري، برقبة الحكومة السورية. واللي بده يتحمل المسؤولية هي الحكومة السورية، لأنه اليوم ما في سلاح لازم يكون خارج إيد الحكومة السورية كائنا من كان. بالسلم بالحرب بتاخذ السلاح من كل شيء خارج عن القانون. هدول الناس منين بدهم يجيبوا مصاري لحتى يدفعوا 130 ألف دولار ليرجعوا ابنهم؟ قلب الأم محروق، الطفل صار له مخطوف أكثر من 10 أيام. وين اليوم الأشخاص يلي طلعوا بترند ميرا وأحمد؟ ليش ما ذكروا كلمة عنه؟ ولا هذا الموضوع إنساني؟ أما موضوع ميرا وأحمد موضوع فتنة، موضوع طائفي، موضوع تحريضي. ولا أنا آسف إذا بدي أذكر شغلي، لكن لا، ما بذكر بطائفية، لكن أنا بعطيكم دليل. ولا لأنه الطفل يلي مخطوف سني، ومثل ما تعودنا السني بيروح منهم الآلافات، ما حدا بيسأل عنهم ولا حدا بدور عليهم. هذا السيناريو حفظناه انه السني اخر همكن، والسني دائما مذنب، والسني دائما مخطئ ومجرم كمان، بل ارهابي.